اهلا اهلا، مشروبك المفضل، وتعالي نحكي مع بعض ازاي نبدأ رحلة التغيير بجد، مش كلام. كلنا بتعدي علينا لحظات بنحس فيها ان احنا مش مبسوطين من نفسنا ولا من شكلنا ولا من طريقتنا ولا من احساسنا بالحياة اصلا، وبنقعد نقول انا هتغير، انا هحب نفسي، انا هبدأ صفحة جديدة، وبعد كام يوم نرجع زي ما كنا. وطبعا ده بيسبب لنا احباط اكتر من الاول. فانا جايه اقولك ان انا كنت هناك، كنت كل شويه ابدا وافشل وابقى مش عارفه اكمل، لحد ما اكتشفت ان المشكله مش فيا انا، المشكله اني ببدا التغيير ده دايما من بره مش من جوه. فالنهارده هنحكي مع بعض ازاي نتغير من جوه بشكل حقيقي، وهقولك على شويه خطوات صغيره وبسيطه لو التزمت بيها هتقدري انك تغيري شكل حياتك. صحيح الموضوع هيكون بطيء شوية لكن هيكون حقيقي. اول حاجة، اعترفي ان انتي فعلا محتاجة تتغيري، لان اول خطوة في اي رحلة حقيقية هي الاعتراف. مش اعتراف بانك فاشلة او ضعيفة، لا، اعتراف بان انتي ناضجة كفاية انك تشوفي الوضع والطريق بوضوح. لان كتير بنحاول نقول لنفسنا انا تمام، انا زي الفل، مع ان من جوانا بيكون في احساس واضح ان احنا مش سعداء. فالتغيير بيبدأ لما نوقف تمثيل، لما تقولي لنفسك انا مش مرتاحه بده وده مش عيب، فانا هبدا بنفسي ومش هستنى الظروف تتغير. بجد لحظه الصدق بينك وبين نفسك دي هي اللي هتغير كل حاجه. وتاني حاجه زي ما قلنا من شويه، ابتدي من جوه مش من بره. وده لان في خطأ كبير بتقع فيه معظم البنات، وهو انهم لما بيقرروا يتغيروا على طول تلاقيهم جريوا يشتروا شويه برودكتس، او راحوا يغيروا قصة شعرهم او يغيروا الستايل بتاعهم، او حتى انهم يعملوا دايت. بس الحقيقة المؤلمة واللي محدش بيقولك عليها ان انت عمرك ما هتعرفي تحبي شكلك وانت مش عارفة تحبي نفسك من جوه. ايوه برضو، يعني اعمل ايه؟ كل مرة بتنتقدي نفسك، كل مرة بتقللي من انجازاتك، كل مرة بتفضلي الناس على حسابك. دي الحاجات اللي محتاجة تغيريها في الاول. فبعد اذنك قبل اي روتين او سكين كير خلي فيه علاقة مودة كده بينك وبين نفسك، لانه والله لما بتهتمي بجواكي اللي براكي بيبقى حلو لوحده. وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها، وهو ابتدي بحاجة صغيرة بس مستمرة. اكبر غلطة بنعملها ان احنا بنبتدي نتغير فجأة وبحماس فعلا بيكون مبالغ فيه. نصحى نكتب 10 اهداف، نغير كل العادات بتاعتنا في يوم، والنتيجة ان احنا بعدها باسبوع بنتعب وبنستسلم. فزي ما قلتلك التغيير الحقيقي بيبدأ ببطء بس بيكون ثابت. ابتدي بحاجة واحدة صغيرة وبسيطة بس تقربك لنفسك، زي مثلا انك تكتبي كل يوم انت حاسة بايه، تتمشي 10 دقايق، او يا ستي ابسط حاجة انك تبطلي تقولي كلام سلبي لنفسك. وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده، خلي نيتك نية حب مش كره. يعني ايه يا هديل؟ يعني تاخدي بالك جدا انك لو بتبتدي التغيير ده عشان بتكرهي نفسك يبقى عمرك ما هتكملي، لكن لو بدأتي عشان انتي بتحبي نفسك وعايزة تطوري من نفسك وتهتمي بيها، طاقتك دي كلها هتتغير. يعني مثلا ما تقوليش عايزة اتغير عشان ابقى شبه فلانة، قولي عايزة اتغير عشان اكون اهدى واسعد واقرب لنفسي اكتر. لان لما تكون نيتك حب بتلاقي نفسك قادرة تسامحي وعارفة ترتاحي وكمان قادرة تقدمي من غير ما تحسي بضغط. خامس حاجة، اعملي خطة واقعية مش مثالية. يعني هنبدأ بخطة تناسبنا احنا، مش زي اللي شفناها على السوشيال ميديا. يعني مثلا لو بتحبي الكتابة ابتدي اكتبي روتين يومك الصباحي بشكل رايق وبسيط. اعملي يا ستي دفتر وسميه رحلتي مع نفسي. ولو بتحبي الكلام زي حالاتي كده ممكن تسجلي فويس نوت وتقولي فيه كل اللي انت حاساه. لان الهدف من ده كله انك تعرفي نفسك وتتعلمي الطريقة اللي تنفع معاكي، عشان مفيش طريق واحد انت بتمشي فيه فبتتغيري. التغيير ملوش طريق واحد، الطريق ده انت اللي بتعمليه لنفسك. وكمان بأكد على موضوع ان احنا نكون واقعيين، يعني نكون عارفين ان التغيير بيحصل من التفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها اصلا، زي طريقة كلامك مع نفسك، اختياراتك، او حتى رد فعلك لما بتتعصبي. فمش عايزاكي تركزي قوي مع النتيجة قد ما انت بتركزي مع العملية نفسها، لان جسوت اليوم اللي هتتغيري فيه فعلا مش هيكون يوم مميز ولا حاجة، يعني هيكون يوم عادي جدا، بس انت من جواكي هتحسي ان في حاجة اتغيرت. واخيرا الرحلة دي مش سباق، يعني مش هتوصلي لهدف معين فتقولي لنفسك خلاص انا كده اتغيرت، لان دي رحلة انت بتفضلي فيها طول عمرك. بس الفرق ان كل فترة هتلاقي نفسك اقرب اكتر لنفسك.
وساعتها بتكتشفي ان اجمل شعور في الدنيا مش لما الناس تلاحظ انك اتغيرتي، لا، لما انت تحسي من جواكي ان انت فخورة بنفسك. فخلاصة اللي انا جاية اقولهولك النهاردة، ابدأي بخطوة بسيطة وصغيرة بس حقيقية، ومهما كانت الرحلة بطيئة اعرفي ان انت والله العظيم مش متأخرة، انت ماشية في طريقك، والطريق ده ليكي انت لوحدك. وان شاء الله الفترة الجاية هنتكلم عن مواضيع تانية تخص التغيير الحقيقي، بس هنحكي في تفاصيل اكتر. هنتكلم ازاي نعرف نفسنا، ازاي نختار الناس اللي حوالينا، ازاي ما نتأثرش بآراء الناس اللي حوالينا واحنا بنتغير، وحاجات كتير قوي هنحكي فيها الفترة الجاية. فلو حسيتوا نفسكم استفدتوا ما تنسوش سبسكرايب صغنن كده علشان تشوفوني تاني. وبس كده، يومكم جميل.